هل السوريين اكلهم وحش وما يتاكلش؟ طب هل في مقاطعه لكل المطاعم السوريه؟ هجوم كبير بشكل غير طبيعي على المحلات السوريه وخاصه المطعم ده، ولقيت كومنتات بالصدفه حوالين المطعم ده. ومبدئيا معاكم حسام مانو، وهنزل مخصوص للمطعم ده عشان خاطر نقيمه. اول حاجه دخلت المطعم ده من غير ما ارفع اي كاميرا، واول حاجه فضلت ادور عليها وهي النظافه، وللامانه ما لقيتش اي حاجه علق عليها، وخاصه ان كان في صاله اندور وكانت مكيفه وكانت نظيفه جدا. وبما ان معايا 6 افراد فكل واحد فينا طلب وجبه شكل، وهنا ابتديت اصور بعد ما نزل الاوردر. ويلا بينا نخش لمرحله التقييم. واول حاجه حبيت ابدا بيها وهي البروست، وزي ما سمعت كده، ولكن اهم حاجه بعيد عن شكل الوجبه للجوع هي نظافه وتسويه الفراخ من جوه. ف1-0 لحد دلوقتي. من اكتر الحاجات اللي شدتني هناك الرز ابو حبه وحبه. ونيجي للتميز، ولقيت ان مطعم سفره حلبيه متميز بفراخ الشوايه بالدقه الخاصه اللي هو بيحطها، وده بيبقى شكل الوجبه الشوايه عندهم حرفيا من كتر عظمتها وريحتها كنت اكاد من فرط الجمال واذوق. وعايز اقول لك ان خدت فرخه كامله شوايه لان حرفيا كانت في الهواي منه فيه. وعايز اكلمك عن وجبه نص فرخه على الفحم اللي كان بالنسبه لي ليها طعم مميز، ونحط 3 سفره حلبيه. ونروح لوجبه الكريسبي، بس انا ما فضلتش الصوص اللي كان عليها، انتم ممكن تطلبوها من غير صوص جرناش، ولكن طعمها عجبني جدا. ده غير الاستاف المصري والسوري اللي زي العسل اللي كانوا شغالين في المكان. نيجي للبرجر وشكل البنايه اللي اول مره كنت اشوفها. البرجر كان عندهم نورمال، ولكن طعم اللحمه نفسه بالنسبه لي كان كويس جدا. بصراحه انا شايف ان الوجبات دي اشتغل كويس قوي عندنا للشركات والايفنتات. نيجي بقى لوجبه اسم المطعم سفره حلبيه. الوجبه دي حرفيا بتقضي فردين، كانت عباره عن كباب وشيش وكفته لحمه وكفته فراخ، غير الفرايز واللازم، وده غير السلطات عندهم زي الفتوش وغيره. برضه عجبني جدا سندوتش تشيكن رول اللي كان الحشو وطعمه بيفكرني جدا بالكولدن بلو. برضه من اكتر الحاجات اللي عجبتني هناك في سفره حلبيه وهي وجبات العربي فراخ، وجبه عربي لحم. ولكن انت تتخيل يا عزيزي ان السوريين بيشجعوا منتج بلد. اهلا وسهلا بعلم مانو الحب، تنورنا انت واصحابك وحبايبك ومتابعينك بسفره حلبيه. مطعم سفره حلبيه موجودين في الدق في 39 شارع مصدق.